احنا دافنينه سوا. وده من الامثال الشهيرة قوي اللي احنا بنقولها لكن ما نعرفش قصتها ايه بالظبط. كان في رجلين صحاب بيجيبوا زيت ويحملوه على حمار ويفضلوا يلفوا من مكان لمكان علشان يبيعوا الزيت ده. ولأجل حظهم السيء ان في يوم من الايام الحمار مات وما بقوش عارفين يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي. وفجأة واحد فيهم صرخ وقال انا جاتني فكرة جهنمية، احنا ناخد الحمار ده ندفنه في المكان ده ونفضل نقول للناس على كرامات وفضائل الصالح اللي مدفون تحت المقام ده، والناس هتعجبها الفكرة وهتيجي وتفضل تعمل نذور وتدفع تبرعات وهنلم فلوس كتير قوي من ورا المقام ده. عجبت صاحبه الفكرة والفكرة الجهنمية اللي فيها فلوس وجمع تبرعات ووافقوا عليها، وفعلا قاموا دفنوا الحمار واتحققت فكرتهم. واللي كانوا متوقعينه من الناس حصل، ان الناس جت كتير وقعدت توزع تبرعات وتعمل نذور وتتبارك بالمقام والصالح اللي تحت المقام وجمعوا فلوس كتير. ومع الوقت دخل الطمع بينهم، والطمع خلى واحد منهم يفكر ازاي يخلي كل الغنايم اللي بتيجي من المقام لنفسه بس. فقام من النوم وقال لصاحبه انا حزين جدا. قال له ليه؟ قال له شفت رؤية للصالح الزاهد ده وهو بيقول لي انك انت لازم تبعد عن المقام ده وما ينفعش وجودك في المكان ده. فصاحبه سأله بلقم وخباثة وراح قال له مين الصالح ده؟ قال له اللي مدفون هنا صاحب المقام. فصاحبه قعد يضحك جدا بسخرية فظيعة وراح قال له الجملة الشهيرة اللي احنا كلنا بنقولها، ده احنا دافنينه سوا.